هاي. طبعا انا لسه جايه دلوقتي من الدرس، وده تقريبا تالت يوم درس ليا. اقول لكم بقى اللي خدته. انا عارفه ان انتوا مش مهتمين، بس انا هحكي برضو يعني. اول يوم درس خدت فيه فيزياء، وخدت فيه استنوا بس انا هحكي لكم اللي حصل الاول. طبعا اللي عايش في اسكندريه بالتحديد في العجمي هيعرف معاناتي وانا رايحه الدرس، ان انا في ابو يوسف ورايحه البطاش. يعني انا بقعد ساعه رايح، زائد كمان ان انا داخله الشارع بتاع البطاش من جوه، يعني هقعد كمان ربع ساعه 10 دقايق مثلا، وهكذا في المروح. يعني انا مثلا باخد ساعتين رايح جاي و3-4 ساعات هناك في الدرس، فانا نص يومي بيبقى هناك. ما علينا. المهم هتقولي لي ليه يا ام خالد بتروحي المشوار ده كله؟ هقول لكم ان بسبب ماما، هي اللي ودتني لحد هناك، ومش هخش في تفاصيل. فاللي حصل واللي كان. فانا بروح باخد في دروس في المدرسه. فكوكم من صوت بتاع البطاطس ده. اول يوم خدت فيه فيزياء، وخدت فيه فيزياء واحياء، والله ما فاكره. ما علينا. تاني يوم خدت فيه احياء وجغرافيا. الفيزياء اول يوم طبعا ما فهمتش اي حاجه، ومش عاجبني مدرس الفيزياء، سوري لمدرس الفيزياء. تاني يوم خدت فيه احياء وجغرافيا، انا انبسطت جدا بالاحياء. خدت فيزياء وفرنساوي. يعني انا مش عارفه ازاي نسيت الحدث ده، انا بحب الفرنساوي اصلا. يعني انا خلاص انا بعشق الفرنساوي. اوكي خلاص كده، خلاص كده، بس ما فيش حكايات كتير قوي. والنهارده برضو رحت خدت، نهار ابيض، خدت تاريخ بس. بكره تقريبا هاخد انجليزي وفلسفه، وبعده جماعه فكوكو والله العظيم ما فاكره. فاحكي لكم معاناتي مع هذه كل المواد، ال 14 ماده اللي انا مش فاهمه منهم ولا حاجه، بس هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفهم، وان احنا نعدي السنه دي على خير، لان انا طالب ثانوي فربنا معايا. اوكي، اول ماده حبيتها هي الفرنساوي. انا كنت هختار ايطالي، بس انا تفكيري اتغير خالص من ناحيه الفرنساوي، اللي هو انا حبيته فعلا لدرجه ان انا حفظت اي بي والارقام والالوان كلها، واللي هو في عيال قبلي بشهر يعني المفروض ان هم يبقوا حافظين كده، لسه مش حافظين الحاجات دي. تاني ماده حبيتها وهي الاحياء، تحفه بجد، يعني حاجه بسيطه كده حلوه، وحاسه ان منهج اولى ثانوي مش بالصعوبه اللي انا كنت فاكراها الناس بتقول عنها. هي مش صعبه، هي حلوه جدا. كل طالب ثانوي ما تقلقش وما تصعبهاش على نفسك. تالت ماده حبيتها هي جغرافيا والتاريخ بالدراسات يعني عموما، مع ان انا ما كنتش بحب التاريخ نهائي، بس انا حبيت التاريخ وغيرت الفكره. واللي بسطني اكتر بصراحه، انا ما كنتش متوقعه ان شارع البطاش كله عارفني. يعني انا بسم الله ما شاء الله، بلا فخر وبكل تواضع وبلا تكبر، انا في اكتر من 50 بنت اتصوروا معايا، وانا بجد كنت مبسوطه. وحرفيا والله العظيم كلهم كانوا ناس كيوت كده، وانا بجد انا يعني بوصل كل حد جه يسلم عليا او يتصور معايا او بص حتى عرف انه انا، ومثلا كسف ان يجي يسال. والفتره دي على قد ما اقدر يعني بحاول اصور وبتاع، لان انا تقريبا انا ببقى من الساعه يعني قولوا من الساعه 11 او من الساعه 1 لحد الساعه 5 المغرب مبقاش في البيت، ببقى هناك قوي. فباجي ساعات اصور تيك توك كده مثلا بسرعه، او ممكن اصور فيديوهات طويله. انا مش عارفه ليه بتهته في الكلام، على قد ما اقدر، يعني مش لاقي حاجه اقولها بقى وبتاع، ويعني خدوا بوسه.